السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. هنعمل النهاردة هندمس الفول مع بعض، الفول المصري بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه ان شاء الله روعة روعة روعة. هنقول المكونات مع بعض دلوقتي واحنا كمان بنشتغل على البوتاجاز. انا معايا مية مغلية اهيت. هنزل بالفول اللي انا نقعاه طبعا وازداد حجمه. وكل ساعتين كده كنت بغير له المية. وبالمناسبة كمان حطيت نص كوباية من الفول المدشوش عليه. وظيفة الفول المدشوش دوت بيخليه طري كده وعامل زي الزبدة، وبيخليه كأنه يعني دايب في بعضه كده. تمام اهو. هنزل بالكمية كلها، ولو سمحتي لو وصلتي معايا للحتة ديت ما تبخليش عليا باللايك، علشان انا قناتي صغيرة وعايزاها تكبر، وعايزة الفيديو يكبر وينتشر. تمام. نزلنا كله بقى كده كل الكمية بتاعتنا في المية المغلية، وهبدأ انزل بالعدس اللي انا نقعاه. هي ديت نص كوباية عدس اصفر نقعاها لمدة ساعة. وهبدأ احط بقى الحاجات اللي احنا هنحطها من جواه. هنزل كده اقطع قطيتين علشان يديله اللون الفاتح الاحمر البسيط الوردي دوت، بيخليها لونه جميل، وطبعا بتفرق في الطعم. وكمان معايا بصلاية هقطعها برضو. ومعايا كمان شوية من الثوم. على فكرة الحاجات ديت كلها لما الفول بيستوي ما بيبقالهاش اي اثر، ما بيبقالهاش اي اثر خالص في الفول، يعني ما بنشوفهاش خالص. كلها بتدوب كده وبتعمل طبقة زي الكريمة كده في الفول، بتبقى بتخليه طعمه طري وحلو. وكمان نزلت بنص راس كده من الثوم. وكمان هعصر ليمون علشان الفول يحتفظ بلونه وما يسودش وما يغمقش معايا. تمام. بس مش هحط القشر عشان القشر بيمرر. عصرت ليمونتين، او عاوزه تحطي اكتر من كده حطي، بيبقى برضو كويس. تمام اهو. وكمان هنزل عليه هحط التوابل بقى بتاعتي، هي هحط كمون بس. هحط كمون بيفرق جدا في الطعم بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهديله بقى كده ايه تقلبتين، وهغطيه واسيبه طول الليل. اول لما يغلي كده هوطي عليه العين واسيبه طول الليل. بس كده. الصبح بقى لقيته اهو استوى. تمام بقى زبدة، وبص الطبقة اللي عليه كريمة. وشفت المكونات كلها اللي احنا حطيناها ديت ملهاش اي اثر. انا على فكرة كنت الفول كده يعني ايه دافي، مش سخن قوي، كنت طافية عليه شوية وبعد كده ايه بدأت اصور. اهو الفول بالمنظر ده، ومفيش اي اثر للمكونات اللي احنا حطيناها خالص، كلها دابت في بعض طبعا، والطعم بيبقى جميل جدا. اهو بصوا شكله عامل ازاي. شكله فاتح اهو، مش مغمق ولا اي حاجة. احنا بقى دلوقتي هنغرف دلوقتي. شايفين شكله عامل ازاي. طبعا احنا حطينا عليه كمون، مش هنحط عليه كمون، وضفنا الاضافات ديت كلها. يا دوبك انا هحط له شويه ملح وشويه زيت زيتون. انا بحب الفول بالزيت الزيتون. تمام. لو مش لو ما فيش زيت زيتون برضو ينفع اي زيت تاني. ويا دوبك حطيت حبه كمون صغيرين علشان اي غازات وكده هوت. وطبعا الفول بيتاكل مع الخضره. لو انت عايزه تخلي لي قوطه بقى بتنجان اي الحركات ديت كلها تعملي. انا بصراحه كلناه بالبصل الاخضر والفجل اللي كان موجود. وعايزه اقول لكم الفول دوت قعدنا طول اليوم ناكل منه من جماله ومن حلاوته. اهو طبعا انا كنت غاسله بقى الخضره وبوريكم اهوت الفول عامل ازاي. مش عايز تضربيه في الخلاط ولا في اي حاجه. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.